أنا أعتقد إن مفيش حاجة ملفتة أكتر من إنك تشوف عربية اترفعت عن الأرض وطارت في الجو. وقت طيران العجلات ده شيء مبهر، وبعد كده هبوطها بعنف على الأرض بيعبر عن القوة والحرية. ولكن هنا مش هنتكلم على أي عجلات ولا على أي عربيات أبدا. عرض الأطفال بيتجننوا لما بيشوفوه، وألعاب ضخمة مبهرة للكبار. نقدر نقول إن دي شخصية أمريكا لو كانت عربية. فتعال نروح لعالم الوحوش الميكانيكية مع نسخ المونستر جام. وهو الصيف اللي فات انتشر فيديو لعربية ضخمة جدا متحملة على ونش، كانت على طريق سريع يقال انها كانت رايحة في اتجاه الساحل في مصر. فالمنظر غريب جدا، الكاوتشات كبيرة بطريقة تضحك، يعني كل ده مقاس عجلة. وهنا النسخة دي كانت من فئة المونستر جام، نسخ استعراضات، ومكانها دايما بيكون في استادات مجهزة ومش مسموحة للشوارع أبدا. فمعرفش الصراحة دي كانت رايحة فين، وما تصورش غير الفيديو ده وكام صورة واختفت بعدها تماما. وهو الشكل ده من العربيات من ضمن مجموعة موديلات استعراض مشهورة جدا في أمريكا باسم مونستر تراكس، وهم هناك عندهم سباقات لكل حاجة تقريبا. والشاحنات العملاقة بيكون ليها نصيب كبير كمان، لأن بيكون وراها بيزنس مربح جدا. ففي اشكال بتكون مبنيه على نسخ ستوك، بس بتعدل كل الدرايف ترين والسسبنشن بتاعها. المستوى المحبوب جدا بيكون الفئه دي، فئه المونستر جام. ولكن قبل ما نشوف ازاي النسخ دي بتتبني وبتتجهز للمعركه اللي هتخش فيها، خلينا نشوف تقسيمه اللعبه دي بتكون عامله ازاي. وصحيح التنافس هنا مش بيكون واضح زي بقيه السباقات، الا انها رياضه في الاخر. فالموسم بتاع المونستر جام بيكون في الشتاء، بيبداوا في شهر واحد وبيكملوا بعدها 3 أو 4 شهور. والايفنتات بيكون ليها فايز في نهايه اليوم، وفي نهايه الموسم بيجمعوا ابطال كل عرض واصحاب اعلى نقط علشان يلعبوا نهائيات المونستر جام، حدث رياضي ضخم جدا بيتلعب في لاس فيجاس. لكن اخر كام سنه بداوا يروحوا لاماكن تانية كمان، وكل ولايه بيختلف عرضها على حسب التنظيم نفسه بيمشي ازاي هناك. لكن في العادي كل ليله بيكون فيها 3 عروض رئيسيه. الاول بيكون للتسابق، وده اسرع مشهد هتشوف فيه العربيات دي، نسختين من المونستر جام راس براس مع بعض، الكسبان اللي بيوصل لخط النهايه في الاول. تاني عرض وهو مهارات الاستعراض بعجلتين بس، وده أجمد واحد فيهم طبعا. في مشاهد مبهرة اتصورت في العروض دي، كله على العجلتين بس أو بيسموها ويلي. والعرض التالت بيكون فري ستايل، حركات عشوائية لمدة دقيقتين. فالسباق الأول زي ما قلت لك الكسبان هنا بيكون الأسرع، لكن في النوع التاني في الحركات الاستعراضية الجمهور اللي حاضر في الاستاد هو اللي بيحدد مين الكسبان عن طريق تصويت بيتعمل أونلاين في وقتها. ودي حاجة جميلة جدا إنك بتشارك في تحديد السكور الخاص بالوحوش دول. فالإيفنتات بتتعمل في استادات في أمريكا كلها تقريبا، وبيسافروا كمان شوية جولات في أوروبا أوقات. سعر التذكرة من 20 ل 70 دولار، يعني حوالي 500 ل 2000 جنيه بالمصري كده. وهو الموقع بتاع الشركة جميل جدا، بيسهلوا عليك الوصول، لأن ده زي ما قلت لك بيزنس والمشاهد هو أساسه. وفي لقطة مبهرة حصلت سنة 99 عملها جراج تعديل اسمه بيج فوت من الرواد في عالم المونستر جام عندهم هناك. بنوا نسخة وجمعوا جمهور عند مدرج طيران، استعداد لطيران عربيتهم من فوق طيارة بوينج. كان رقم قياسي يتسجل في موسوعة جينيس وقتها، لأن العربية ارتفاعها عن الأرض كان 60 متر. في حاجتين بقى ملفتين جدا بعيدا طبعا عن الكاوتشات العملاقة دي. اولا صوت المونستر جام عالي جدا جدا، وتاني حاجة وهي التصميم للبادي ككل، الاشكال اللي بتكون دايما كوميدية وبتدي شكل مميز جدا من بعيد، وبتكون هنا معمولة من الفايبر جلاس. في يوتيوبر امريكي اسمه كيفن قناته متخصصة في عالم العربيات الار سي، عمل سلسلة فيديوهات خرافية حقيقي بانه طلب قطع مونستر جام وبنى واحدة هو بنفسه. فتفاصيل تجميع عربية بالحجم ده كانت ممتعة جدا، بتكون متقسمة ل4 أجزاء، وكل جزء بيكون فيه صرف كبير جدا طبعا، حاجة لازم يكون فيها سبونسر معاك علشان تعرف تبنيها. فأولا هيكل العربية، الشاسيه نفسه، واللي بيكون مبني كله من أنابيب حديد صلبة جدا سمكها أكتر من 2 إنش. رول كيج ضخم جدا مهمته إنه يحمي السواق ضد أي صدمة وقت العرض. العربيات دي بتنط لأمتار كتيرة فوق الأرض، وأوقات بتنزل على السقف بعنف جدا. فتصميم الهيكل بيكون هو أهم حاجة علشان اللعب بعد كده ما يكونش ليه أي حدود. وفي شركات وورش بتعمل شاسيهات للعربيات دي، لكن النسخ القوية بتخرج من شركة اسمها CRD.
الشاسيه هنا لوحده وزنه يجي 2 طن، ولسه العربية هتقعد تزيد في الوزن جامد جدا كمان. لكن قصاد كده كل القوة اللي محتاجاها موجودة برضو، موجودة لأنها بتتزود بمحرك V8 بيج بلوك، وحقيقي بلوكة عملاقة جدا ممكن توصل ساعتها ل 9000 سي سي، بتركب عليها سوبر تشارجر عملاق، وكله على بعضه ممكن بيطلع 1500 حصان. فهنا المحرك بيشتغل بالميثانول، ومكانه دايما بيكون ورا السواق علشان توزيع الوزن، وممكن نقول مكانه بيكون ميد انجن. وفكرة استخدام الميثانول بدل البنزين بديهية جدا هنا، لأن البنزين بيعرض المحرك لكمية حرارة رهيبة لما بيتحرق. الميثانول ليه ميزة إنه بيبرد غرف الاحتراق، وتقدر من نفس المحرك العملاق ده تطلع هورس باور أكتر ب20% بس لو غيرت نوع الوقود. ومشكلته أكيد إنه أغلى، والأزمة بقى مع النسخ دي إنها بتكون بلاعة ميثانول، لأن المحرك ده بيحرق 10 لتر في الدقيقة الواحدة، وكمتوسط المحرك بيقعد شغال تحت أقصى حد ليه لمدة 30 ساعة، وبعد كده بيتغير كله. ويعتبر رقم معقول جدا لأن العربية وقت العرض بيكون لدقايق قليلة. واللي كتير بقى ما يعرفوش إن التسارع للمونستر جام من الصفر حاجة مبهرة، لسرعة 100 كيلو في الساعة في 4 ثواني بس، رقم رهيب لعربية بحجم فيل زي دي. وتالت حاجة مهمة في رحلة بناء الشيء ده وهي الميكانيكا اللي هتحرك الشاحنة التقيلة دي بسرعة عالية جدا. وهنا نظام التعليق بيكون أهم جزء فيه هما المساعدين، واللي هنا حجمهم بيكون كبير جدا. ده غير إن كل عجلة بيتركب عليها 2 ممتصين للصدمات بتعبي جزء من جواهم بالنيتروجين، واللي يعتبر نقلة في استعراض العربيات دي. وهنا الأجساد الأمامي والخلفي أكيد بيكونوا متصلين ببعض، وتصميمهم كمان متاخد من عربيات نقل تقيل الهيفي ديوتي. النسخ القديمة قوي كانوا بياخدوا الأجساد دي من أتوبيسات المدارس القديمة، وكانوا بيركبوها على شاسيه بيك اب. وهنا أكتر حاجة الجودة لازم تكون عالية فيها وتكون صلبة جدا هي الأجساد دي، لأن القديم كان بيتكسر مع أي استعراض عنيف جدا. وفي قطع تانية مخصوصة بتتركب علشان العزم والصدمات ما يكسروش محور العجلات، ده غير العجلات اللي تعتبر أكتر حاجة ما فيهاش شغل لكن فيها صرف كبير جدا برضو. العجلة الواحدة طولها 66 انش، يعني 1.5 متر كارتفاع. وفاكر فيديو الأوف رود لما قلتلك إن عجلات الجيب بالمعدل بتوصل ل 37 انش وإن حجمها عملاق جدا على الطريق؟ اهو بقى دي ضعفها، ووزن الواحدة بيكون 300 كيلو. وفي تفاصيل كتيرة جدا طبعا، زي مثلا نظام التوجيه الرباعي للعجلات، الاتنين اللي ورا بيتحركوا عكس الاتنين اللي قدام علشان تلف بسرعة اسرع. المونستر جام رحلة كبيرة جدا من تطوير الشو بيزنس في امريكا، والاكبر الفرق انها تطور العربيات لابعد مستوى ميكانيكي ممكن. في حوادث طبعا شديدة جدا حصلت من زمان، وما زال طبعا لسه بيحصل بس قلت شوية، لانه صعب جدا جدا تكون ضامن كل حاجة وقت حركة الوحوش دول. وفي النهاية المونستر جام هي تجسيد حي لجملة ما تخليش الطفل اللي جواك يموت ابدا. عرض المونستر جام هو واحد من اهم الاحداث اللي نفسنا نزورها وحاطينه على خطتنا ان شاء الله، لان رؤية عرض حي للمونستر جام ده حاجة مبهرة جدا. وبس كده، اكتب لنا في الكومنتات رأيك عن الوحوش العمالقة دول. سلام.